سلام سلام، j'espère que vous allez bien. إلى هذه أول مرة تفرجوا لا فيديو تاعي n'oubliez pas de vous abonner de liker و de partager هكذا باش لا communauté تاعنا تزيد تكبر. جبت لكم اليوم لا غوسيت تاع هاد الخبيزات اللي يجيو خفاف هشاش ومقطنين من الداخل. جو سوي سور لو سيت ولا غوسيت دوك تعتمدوها في رمضان تاكومبانيو به الحريره ولا الشربه. وإلا خصكم الحريره لا غوسيت الحريره تاع تلمسان كتبوا لي في لي كومونتير باش نعملها لكم. للوصفه نحتاجو زوج كيسان تاع حليب يكون دافي. انا كنت عامله ديجا كاس زدت الكاس الزروج. وهنا عندي ملعقه كبيره ونصف تاع خميره الخبز. نزيد لها ملعقه كبيره تاع السكر. وهنا عندي 3 ملاعق كبيره تاع الزيت. نضيف كامل هاد المكونات نخلطهم. وهنا نزيد لا فارين ونخلط. هنا زدت حوالي حال كاس ونص تاع الفارينه ونخلط مليح حتى لي الخليط تاعنا يتجانس. هنا نزيد ملعقه صغيره تاع الملح ونزيد ملعقه صغيره تاع الخميره الكيميائيه. نزيد لا فارين والعجينه تاعي نلمها تكون تتلاصق في اليد. كامل المخبوزات تاعكم باش يجيكم خفاف خص العجينه تكون تتلاصق في اليد ما نشفوهاش. انا هنا نكمل بيدي. كي نتحصل على القوامي راه مطلوب نزيد ملعقه كبيره تاع الزبده كما راكم تشوفوا. ملعقه كبيره تاع الزبده وندخلها في العجينه تاعي. هنا نعمل العجينه تاعي فوق لو بلون دو طرافاي ونزيد نعجنها باش ندخل هذيك الزبده مليح مليح. وما نزيدوش الفارينه بزاف خصنا العجينه تكون هكذا تتلاصق. ونعاونوا بالكوبات كما اللي راه موضح في الفيديو. الكوبات يعاون بزاف. هنا نعاود بالكوبات نرفدها ونعملها في البول في باسينه ونخليها تخمر. هنا مول ما خمرت العجينه تاعنا ديغازيها ونرفدها بالكوبات توجور. نعمل شويه فارينه في البلون دو طرافاي خاطر العجينه تاعنا تلتصق. وهنا دوك نرش العجينه تاعي بشويه فارينه ونقسم العجينه تاعي الى قطع على حسب نتوما شحال خصكم تعملوا من حبه وعلى حسب الشكل. انا هنا دوك نعمل وحدين باغيت ونعمل وحدين سو فورم دو ورده ووحدين مدورين سامبل.
هذوك الباغيت نرفد العجينه، نحلها شويه، موراها نروليها هكذا نخدموا الباغيت. وإلا كانت تلصق العجينه نعملو شويه فارينه هكذا، ندير لا باغيت نعملها في الصينيه يكون فيها بابي كويسون. وهنا نكمل نشكل الاشكال الاخرى. انا تاني كزيت باغيت. هنا نعملو الشكل تاع الورده. نجيب العجينه نحلها ونجيب كاس نطبع في الوسط. هذاك الكاس عملت له شويه فارينه خاطر رسخ لي هكذا. نطبع دائره في الوسط، او نجيب كوبات ونقسم هكذا قطع. هنا هذوك الاطراف كامل نقرصهم هكذا كما اللي راهم موضح في الفيديو، وتتشكل عنا الورده. هنا عملت وحدين سامبل مدورين سامبل. نحل العجينه شويه مخليهاش مكوره. هنا نجيب صفار بيضاء نزيد لها شويه حليب، وندهن الخبزات تاعي بعد ما يكونوا خمروا، ونضيف لهم شويه تاع السانوج ولا ججلان ولا ونعملهم يطيبوا على درجه حراره تكون عاليه، على درجه حراره 240 درجه. الفرن يكون ديجا مسخن مسبقا. هنا ندهن لي فورم الاخرين. نعملهم سانوج وججلان، اذا التزيين يبقى على حسب الاختيار. هذا الخبز تاعنا بعد ما طاب يجي خفيف 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 ويجي هشيش وفريمون بنين. ان شاء الله تسيو الوصفه وتعجبكم. وما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.